السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. طيورك عندها إسهال، طيورك ما بتاكلش، طيورك مهمدة وعندها كشاشين. طيب، إذا عرف السبب بطل العجب. بشكر كل اللي بيشترك في قناتي وفي صفحتي. بارك الله فيكم وربنا يا رب يرزقكم جميعا من حيث لا تحتسب. عايزة أقولك إن إحنا الإسهال بيجي من كذا حاجة. لا إما الطير أكل أكلة تعبت معدته أو تقيلة على معدته، يعني اديتلهم حاجة مش مفيدة فأثرت في معدتهم، أو جالهم برد. الكشاشان برضو نفس القصة، يبقى الطير اتعرض للبرد، الطير عنده حاجة في معدته. كل أي حاجة ممكن تتوقعيها تحصل للطير. طيب انا هعمل ايه بقى في الظروف اللي زي دي؟ عندي كذا حل احلها بيه. بس اول حاجة ان انا لازم اغير مكان الطيور لو انصابت، ولو فيهم واحد تعبان قوي بزيادة انقله في مكان تاني لوحده. لازم اعزل الطيور عن بعضيها، والافضل انك بتغيري المكان اللي فيه العدوى، لان ممكن تكون فيه عدوى او فيه ميكروب في المكان. فالافضل ان انت بتغيري المكان وتحطيهم في مكان تاني وتطهريه. صلي على حبيبك المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ليه بقى ان تغيير المكان ده افضل؟ تاني حاجة ان انت لازم تعرضيهم للشمس بتاعت الصبح الساعة 10. اوعي تخرجيهم في الشمس بتاعت بعد الظهر، هتبقى حامية عليهم وهتتعبهم وهتأثر عليهم جامد جدا. لو انت ما فضيتيش الصبح قبل الساعة 10، حوالي 10 كده، بتبقى حلوة. لو انت ما قدرتيش يبقى قبل غروب الشمس ان شاء الله في التوقيت ده، غير كده لا. طيب احط لهم ميه كتير. طب هما جالهم اسهال يا بنتي يا بطه، اعمل ايه؟ الطير لو جاله اسهال لازم تديله حاجه تعوض الاسهال، يعني السوائل اللي هي خرجت من جسمه. يعني ايه السوائل اللي خرجت من جسمه؟ لان الاسهال خلاه افتقد حاجات كتيره جدا اثرت عليه واثرت على مناعته. فاول حاجه هندي كيس محلول معالجه الجفاف. ليه؟ لان ده هيعوض السوائل اللي خرجت من جسمه. ادي اول حاجه. تاني حاجه لازم ندي حاجه مطهره للمعده، لان المعده طالما تعبانه، في اسهال، في كشاشان، فاقد للشهية، كل الحاجات دي، يبقى الطير معدته فيها حاجة. فالأفضل إن أنا أحط له، لازم أحط حاجة مضاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاجة مطهرة لمعدة الطير. ليه؟ لما طهر معدة الطير هخرج منها اي ميكروبات. طيب ايه ممكن احطه؟ نجيب قرصين فلاجين او قرصين فحم على لتر ميه واشربهم للطيور. ادي كده تاني حاجه. يبقى اول حاجه معالجه الجفاف، تاني حاجه ان انا لازم ادي حاجه مطهره للمعده، تالت حاجه ما ينفعش تحطي اي حاجه طريه قدام الطير. يعني ايه طريه؟ يعني ما تحطيش اكل بيت ولا اي حاجه غير الاعلاف فقط لا غير، لان انا عايزه انشف معده الطير. عايزاه الطير معدته كده من جوه، يعني عارفه لينه قوي، فانا لازم ادي حاجه بقى تنشفها كمان. فادي اعلاف فقط لا غير، ويفضل تكوني جايبه نوع علف نضيف علشان ما ياثرش على صحه الطير. كده بس يا بطة؟ لا بقى، لازم ندي حاجات سوائل صحية مفيدة تقوي الطير لانه هو تعبان. طب هو ده العلاج؟ بس هقولك، انت اديتي فلاجين او اديتي فحم، اديتي محلول معالجة الجفاف، هتدي بقى كمان مشروب مهم جدا لازم تديهولهم. ليه؟ المشروب اللي هقولك عليه ده بينظف معدة الطير، طارد للسموم، طارد للديدان، طارد للانتفاخ. برضو الفلاجين خلي بالك، والفحم نفس القصة، طارد للديدان وطارد للانتفاخ والغازات. المشروب ده بقى اقوى منهم كمان. الحلبة بالعسل، انتوا عارفين ان الحلبة مطهرة، بتطهر معدة الطير، مفيدة جدا، مقوية. العسل فيه طاقة، وانا عايزة ادي الحاجة المقوية قوي للطير. وهعمل مشروب تاني مهم قوي ورخيص وبرضه مش مكلف، البنجر بالجزر، لان ده بيقوي المناعة. ده لو ما كلش خالص الطير وخد المشروب ده كده زي الفل. خلي بالك اللي بقولك عليه ده، هي دي الحاجات اللي احنا بنعالج بيها طيورنا، والحمد لله رب العالمين النتيجة كويسة. ادي بقى مشروب تاني مهم.
يعني انا اللي بقولك عليه ده اهم كمان من الاعلاف. تديهم جنزبيل، تديهم كمون، كمون بالقرفة، او كمون بحبة البركة، او كمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بالقرنفل. افضل بقى مشروب كمان الكمون بالقرنفل. عارفة ليه؟ لان القرنفل بيعتبر مسكر رهيب جدا. انا ما اضمنش معدته تعبانه، حاسس بألم، كل الحاجات دي انا اديله الحاجه اللي تسكنه وتهديه. زائد الكمون مهدئ طبيعي لمعده الطير وبيحافظ على احشائه. ابقى انا كده اديت تركيبه هايله جدا. التركيبه دي لو انت عملتيها يعني تحفه. انسي يعني باذن الله ان الاسهال يستمر معاهم. دي مطهر للمعدة. الوصفات اللي قلتلك عليها دي ترضى للغازات، ترضى للانتفاخ، واهم حاجه تغيري مكانهم وتعرضوهم للشمس زي ما قلت لك. عايزه اقول لك دي وصفتي ودي طريقتي في العلاج، ودي طريقه اهالينا على فكره بتاع الزمان. واوعي تنسي تعملي مره في الاسبوع تدوبي قرص ريفو على رتل ميه. على فكره الريفو معالج، الريفو بيحافظ على صحه الطير من تقلبات الجو، الريفو بيزود الوزن. وتابعيني في فيديوهاتي. وبشكركم جميعا، وربنا ان شاء الله يرزقكم جميعا من حيث لا تحتسبوا. واوعي تنسي البصل اساسي، حتى لو نسيت اقولهولك لازم تحطيه. اللي انا حاطاه بصي بصل اهو، هم عمالين ياكلوا فيه من ساعه انا ما قلتلك. بصي اهو. سيبكم دلوقتي في رعايه الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.